السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في سورة الكهف: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. من هؤلاء الفتية؟ ولماذا ذهبوا إلى الكهف؟ وما قصتهم؟ وأين كانوا؟ ده هو اللي هنعرفه في فيديو النهاردة عن قصة أصحاب الكهف. ذكرت قصة أصحاب الكهف في القرآن الكريم في سورة الكهف، وتحديدا من الآية 9 إلى الآية 26، وهي تتحدث عن فتية أو شباب آمنوا بالله وحده وتركوا عبادة الأوثان والأصنام، واللي كانت سائدة في هذا العصر وكان بيعبدها أهل قريتهم. تعود أحداث القصة إلى عصر الإمبراطور الروماني دقيانوس، واللي كان بيضطهد المسيحيين أتباع سيدنا عيسى عليه السلام، واللي كانوا بيكتموا إيمانهم بالله خوفا من بطش الإمبراطور الروماني عابد الأصنام. أجمع المؤرخين والباحثين على أن عصر الإمبراطور دقيانوس هو العصر اللي وقعت فيه أحداث قصة أصحاب الكهف، وده تقريبا كان سنة 250 ميلادية. وده لما دخل الإمبراطور الروماني مدينة إفسس وطلب من سكانها إنهم يقدموا الذبائح والقرابين للأوثان، مستخدما كل وسائل العنف والاضطهاد والتخويف لإثنائهم عن دينهم اللي هو المسيحية والرجوع لعبادة الأصنام. وإفسس دي مدينة تقع في تركيا غرب الأناضول، لكن مش هو ده الموقع الصحيح لقصة أصحاب الكهف. ده اللي ذكروا الأدباء السريانيين في كتبهم، أما الواقع غير كده، وده اللي هنرجع له في آخر الفيديو. المهم نرجع للإمبراطور دقيانوس. أما دخل مدينة إفسس واستخدم العنف والتخويف ضد السكان، حتى يقال أنهم من الخوف سلموا أبنائهم للقتل كقرابين للآلهة الوثنية. في الوقت ده وفي قصر الإمبراطور كان بيعمل جماعة من الشبان اللي بيكتموا إيمانهم بالله، لكن بعض من العاملين معاهم فتنوا عليهم وأخبروا الإمبراطور باعتناقهم المسيحية. لما عرف دقيانوس بحكايتهم أمرهم بالرجوع إلى عبادة الأوثان والآلهة الرومانية الوثنية، ومنحهم بعض الوقت للتراجع. لكن الفتية قرروا إنهم يهربوا بدينهم من الإمبراطور وأتباعه، وأثناء هروبهم في غفلة من أهل المدينة لقوا كهف في طريقهم، ففكروا إنهم يناموا فيه للصبح بعيدا عن أعين الإمبراطور ورجاله اللي خرجوا يبحثوا عنهم لقتلهم. ولما ناموا في الكهف وصل لهم الإمبراطور وحراسه وأمر بإغلاق الكهف عليهم، ظنا منه أنهم هيموتوا داخل الكهف من الجوع والعطش. ضرب الله سبحانه وتعالى على آذانهم فناموا سنين طويلة. وذكر الله عز وجل في سورة الكهف إنهم ناموا لمدة 309 سنة، وكان ربنا بيقلبهم وهم نايمين لليمين والشمال، وده عشان جسمهم ما يصيبهوش التعفن وقرح الفراش من كتر النوم. وكان معاهم كلب نايم في مدخل الكهف زي ما يكون بيحرسهم من دخول الناس. وكان شكلهم وهم نايمين وعيونهم مفتوحة يسبب الرعب والخوف لمن يراهم أو يحاول دخول الكهف. لما قفل عليهم الإمبراطور ورحل هو وجنوده، رجع أحد نوابه وكان بيكتم إيمانه بالمسيحية، رجع عند الكهف وكتب على لوح قصة الفتية اللي داخل الكهف وقصة هروبهم لتكون عبرة لمن يأتي بعدهم. وده بيبين ليه ذكرهم القرآن الكريم بأصحاب الكهف والرقيم، حيث ذكر المفسرون ومنهم الشيخ الطبري أن الرقيم هو اللوح أو الحجر اللي كتب عليه قصة هؤلاء الشبان. المهم بعد حوالي سنة مات دقيانوس، وتحديدا سنة 251 ميلادية، ومرت سنوات طوال وتحولت فيها البلاد والعباد من الوثنية واضطهاد المسيحية وأهلها إلى أن أصبحت الدين الرسمي للإمبراطورية الرومانية. وفي عهد الإمبراطور المسيحي سيودوسيوس الثاني ظهرت بدعة جديدة بتنكر إن فيه بعث بعد الموت، وفيه يوم قيامة وحساب وما بعد الموت. وفي تلك الأثناء أراد راعي غنم بناء حظيرة لأغنامه بجوار الكهف، فبدأ باقتلاع الحجارة والصخور اللي كانت بتقفل باب الكهف اللي الفتية نايمين فيه من مئات السنين. ولما فتحوا الباب استيقظ الفتية وظنوا أنهم ناموا ليوم واحد فقط، وحسوا أنهم جعانين، فأرسلوا واحد منهم إلى المدينة بالفلوس اللي كانت معاهم علشان يشتري طعام. ولما دخل السوق ومشى في طرقات المدينة اكتشف أن الشوارع اتغيرت والمباني شكلها اختلف. أما وصل لأحد الباعة طلب منه شراء بعض الطعام،
وقدم له الفلوس، فاندهش البائع من الفلوس القديمة ومن شكله ولبسه الغريب. اجتمع الناس في السوق حول الفتى وحكى لهم حكايته وأخبرهم عن اسمه وأسماء والديه وأهله وعشيرته، وإنه كان بيشتغل هو وأصحابه في قصر الإمبراطور دقيانوس. ظن الناس إنه مجنون وطلبوا منه إنه يوريهم الكهف وأصحابه اللي فيه، وانطلقوا جميعا ومعاهم كبار القوم ووالي المدينة ليتأكدوا من صحة كلامه. لما وصلوا للكهف ولقوا اللوح اللي مكتوب فيه قصتهم وإنهم هربوا بدينهم من ظلم وجبروت الإمبراطور الروماني دقيانوس واللي قفل عليهم الكهف بالحجارة من أكتر من 300 سنة، آمن الناس أنه هناك بعد الموت قيامة، وسوف يحيي الله الموتى ويحاسبهم على أعمالهم. بعد كده نام الفتية مرة أخرى، أو بالأحرى ماتوا وانتهت قصتهم، وبني على مكان كهفهم كنيسة للتعبد. ثم تتابع الناس على البناء في نفس المكان فبنوا عليه مسجد للصلاة للمسلمين، وما زال الكهف موجود حتى يومنا هذا. والشاهد من قصة أصحاب الكهف أن الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا حيا للناس أن هناك بعث بعد الموت، وأن هناك حساب، كما أن الله قادر على أن يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير. بالرجوع إلى مكان واقعة أصحاب الكهف فهناك 3 افتراضات هنوضحهم لحضراتكم هنا بالتفصيل والأدلة. أولا، يرى الأدباء والمؤرخين السريان والمسيحيين أن موقع الكهف هو على مرتفع جبلي يدعى أنكيلوس في ضواحي مدينة إفسس الواقعة حاليا في تركيا غرب الأناضول. وفي الرواية دي مفيش ما يثبت صحة الكلام ده غير سرد المؤرخين وحكايتهم عن إن المكان هو مدينة إفسس. أما الافتراض الثاني فبيقول إن مكان الكهف يقع في مدينة طرطوس في سوريا، ولكن لا يوجد أي دليل على ذلك غير قول بعض المفسرين. الافتراض الثالث وهو غالبا الأصح فبيقول إن مكان الكهف في منطقة تسمى سحاب، وتحديدا فوق جبل الرقيم على بعد حوالي 13 كيلو متر جنوب شرق العاصمة الأردنية عمان. وقد رجح علماء الآثار والتاريخ والجيولوجيا أن هذا الكهف هو المكان الحقيقي لأصحاب الكهف والرقيم. ومن الأدلة اللي استند عليها العلماء أن العديد من الصحابة رضوان الله عليهم وقادة الجيوش الإسلامية ذكروا أن موقع الكهف موجود بجبل الرقيم بالأردن، وأنهم زاروا هذا المكان وعرفوه. ومن هؤلاء الصحابة عبادة بن الصامت الذي مر على الكهف في زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكمان حبيب بن مسلمة وابن عباس قد دخلوا الكهف ورأوا بأعينهم عظام الفتية أصحاب الكهف. كمان تم العثور على بناء أثري بني فوق الكهف أثبتت الحفريات أنه كان معبدا أو بالأدق كنيسة، ثم تحول البناء إلى مسجد في العصر الإسلامي، وقد تم ترميم هذا المسجد عدة مرات وفقا لما وجدوه مكتوب على الأحجار التي وجدت بداخله، حيث تم تجديد أيام الخليفة الأموي هشام ابن عبد الملك ابن مروان والخليفة العباسي الموفق، وفي عهد الملك قايتباي في سنة 901 هجرية، وكمان في عهد الملك قنصوة الغوري، واللي بيدل على اهتمام المسلمين الأوائل بهذا المسجد تحديدا لاقتناعهم بأنه هو المذكور في القرآن. تم العثور في الكهف ده على 8 قبور بنيت بالصخر، 4 منها يضمها قبو يقع على يمين الداخل للكهف، والأربعة التانيين تقع في قبو على يسار الداخل. والمرجح إنها القبور اللي دفن فيها الفتية اللي ورد ذكرهم في القرآن الكريم، إلى جانب إنه تم العثور في المنطقة الواقعة بين القبوين في مدخل الكهف على جمجمة لكلب، ويوجد بفكه ناب واحد و4 ضروس. من الأدلة الأخرى على إن الكهف ده هو المقصود بكهف أصحاب الرقيم ما يؤكده المهندس الجيولوجي ناظم الكيلاني من خلال فحوصاته على إن تربة الكهف تساعد على صيانة الأجساد لما تحويه من كالسيوم ومغنيسيوم وحفريات مشبعة بالراديوم ومعادن اليورانيوم المشعة، واللي كانت خصائصها إنتاج أشعة ألفا وبيتا وجاما، واللي بيكون ليها تأثير كبير على تعقيم اللحوم والمحافظة عليها وتحول دون تفسخها.
ويعتقد إن بوجود التربة دي وتناوب أشعة الشمس عليهم في الكهف هي الوسيلة اللي حفظت أجساد الفتية أكتر من 300 سنة دون أن تؤثر فيهم عوامل الهواء والتربة. وأخيرا فإن الكهوف الأخرى زي الكهف اللي في سوريا أو مدينة إفسس بتركيا لا ينطبق عليها آية طلوع الشمس وغروبها، وهو ما أكده الدكتور عبد العزيز كامل، وهو مؤلف ووزير أوقاف مصري سابق، واللي زار كهف الرقيم في الأردن وتأكد من انطباق حركة الشمس في طلوعها وغروبها وعلاقة أشعتها بالكهف، واللي أكده خبير الآثار الأردني محمد تيسير طبيان بناء على دراسة استمرت لأكثر من 10 سنوات. وده اللي نتج عنه في النهاية إثبات أن الكهف الصحيح هو ذلك الموجود في قرية جبل الرقيم بالأردن، واللي أيده مجمع الفقه الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو. بالرجوع إلى موضوع عدد الفتية أصحاب الكهف، واللي القرآن الكريم ذكر إنهم ربما يكونوا 3 وربما 5 وربما 7 وثامنهم كلبهم، فالشاهد هنا إن القرآن الكريم ترك موضوع العدد ده لأن أصلا اليهود والمسيحيين لم يكونوا متأكدين من العدد، فاليهود قالوا 3 والمسيحيين قالوا 5 وقالوا 7 و8 كمان. والحقيقة إن عدد الفتية لن يضيف شيء للعبرة والموعظة اللي أرادها الله سبحانه وتعالى للناس من المعجزة دي، وكمان الزمان والمكان مش هيفرقوا مع الناس في اتعاظهم وتأكدهم من وجود البعث بعد الموت. من الواضح إن القصة دي أصلا لم ترد عند اليهود أو المسيحيين لا في التوراة ولا في الإنجيل، وإنما وردت في أدبيات المؤرخين. أما بالنسبة للمسلمين فقد ذكراه الله سبحانه وتعالى لسيدنا محمد في القرآن الكريم لتكون ردا لكفار قريش عندما أرادوا أن يعجزوا رسول الله ويصفوه بالعجز والكذب وعدم العلم، وكمان ينفوا عنه أنه رسول من عند الله. وده لما راحوا إلى أحبار اليهود ليطلبوا منهم شيء يطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم يعجزه ويثبت لهم كذبه على حد ادعائهم بالباطل. فقال لهم الأحبار اسألوه عن أخبار الفتية الذين هربوا واختفوا بدينهم، كم عددهم وكم عدد سنوات اختفائهم؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم لا أعرف فأمهلوني إلى الغد. وعندما جاء النبي لم يكن الوحي قد نزل برد ولا بجواب، فقال لهم النبي أمهلوني إلى الغد. وظل هكذا يقول العلماء والمفسرين لمدة 14 يوم، حتى قال صلى الله عليه وسلم غدا إن شاء الله. ولما جاء الغد نزل عليه الوحي بآيات سورة الكهف ذاكرا قصة الفتية أصحاب الكهف والرقيم وعددهم وعدد سنوات اختفائهم. ثم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء أني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. صدق الله العظيم. وخلاصة القول أن عدد الفتية أصحاب الكهف هم 7 وثامنهم كلبهم، طبقا لما ذكر الطبري في تفسيره نقلا عن ابن عباس بأسانيد صحيحة، حيث قال ذكر الله في الآيات سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. صدق الله العظيم. أنا من أولئك القليل الذين استثنى الله، كانوا 7 وثامنهم كلبهم. هذا والله أعلم. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، واللي حكينا فيه معاكم عن أصحاب الكهف والرقيم، واللي جمعنا لكم فيه كل اللي قدرت توصل له إيدينا من معلومات وآراء ووجهات نظر، ووضحنا فيه إعجاز ربنا سبحانه وتعالى وحكمته في خلقه. لو عجبك الفيديو أو أضاف لك معلومة جديدة حط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم.